السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة مطبخ العائلة. جبت لكم اليوم واحد لاطاط بالفريز كتجي رائعة، كتجي بنينة بزاف ولذيذة. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكما ديما ما تنساونيش بالاشتراك والدعم، بارطاجيوها مع العائلة والاصدقاء باش تكون فائدة للجميع. فرجة ممتعة. كما قلت لكم هاد لاطاط كتجي رائعة، كتجي بنينة بزاف وخفيفة وهشيشة. نتمنى تجربوها وتخليوها لي في التعاليق ديالكم. وما فيهاش كاع الخدمه بزاف، في ساعه تقدروا تكملوها. مكوناتها بسيطه. بسم الله على بركه الله. في اناء كما شفتوا عندي غادي ندير 2 تاع البيضات بحراره المطبخ. غادي ندير كاس ديال السكر اللي ماشي عامر بزاف، وعندي هنايا شويه ديال الملحه، وغادي نخلطهم جيدا حتى يتخلط لنا مزيان داك السكر مع البيض. غادي نزيد واحد الساشين تاع الفاني وغادي تخلطو مزيان. المكونات تاعها بسيطه. عندي هنايا كاس مع مرش ديال الزيت. غادي تخلطوا المكونات جيدا. الزيت كما شفتوا ديروا شويه مر شويه باش يتخلط لكم مزيان. وغادي ندير واحد الكاس ديال الدقيق، غادي نضيف الكاس الاول كما شفتوا، غادي نخلطو مزيان. وغادي نضيف الكاس الثاني. الطرطه هذه دخلت لي 3 تاع الكيسان تاع قياس كاس ديال العنبه كما شفتوا. غادي نضيف كاس الثاني، وغادي نضيف 2 ديال لي ساشين ديال الخماره ديال الحلوى فئه 7 غرام. غادي نجمع هاد العجينه ديالي غير بالاصابع ديالي كما شفتوا. غادي نزيد واحد نص كاس تاع الدقيق، وغادي نزيد نص الاخر باش نتحصل على واحد العجينه اللي هي متماسكه اللي نقدر نخدم بها كما شفتوا بهذه الطريقه هذه. غادي نستمر لهاد المرحله هذه حتى نجمع العجينه ديالي كما شفتوا. اني ضفت داك الكاس التالي تاع الكاس الثالث، ضفت شويه بشويه حتى حصلت على هاد العجينه كما شفتوا اللي كتكون رطبه بطبيعه الحال، وكتكون رطبه وكتجي زوينه ملي تكونوا تقرصوها ما كتعذبكمش. عندي هاد الاناء هذا تقدروا تستعملوا داك الاناء مدور. انا عندي هاد الكاري كما شفتوا كنبسطها مزيان وكنطلعها هكا مع الجوانب، ومن بعد تقبوها هكا باش ما تنتفخ لكمش في الفران بهذه الطريقه هذه. والفران كتكونوا سخنتوه من قبل، تشعلوا عليه من الفوق ومن التحت. انا غادي ندخلها شويه تشد راسها بلا ما. وجدت الحشوه ديال الفريز. عندي هنايا كيلو ديال الفريز كما شفتوا. من بعد ما غسلته ونقيته غادي نقطعو على هذا الشكل هذا. وداك الكيكه ما تخليوهاش طيب بزاف، غير شويه، لحقاش غادي نزيدوا لها هذا الخليط ديال هذا الفريز وتكمل طيابها نيشان. وكما شفتوا كما بعد ما كملت داك القطع تاع الفريز زدت عليه واحد الكاس ديال السكر بقياس كاس ديال العنبه، وغادي نعصر عليه واحد نص حامضه، وغادي نخليه واحد 10 دقائق حتى نتحصل على واحد. غادي يطلق لنا واحد الماء ديالو اللي كيساعدنا باش يستعيد يطبخ لنا كما شفتوا هكا. درك عاد درتو فوق البوطه، وغادي نبقى نستمر في التحريك حتى نحصلوا على هذا الخليط حتى الفريز ديالنا يطيب. وغادي نزيد له واحد ملعقه كبيره ديال العسل، نخلطها المكونات جيدا، وغادي نضيفو فوق داك الكيك كما شفتوا. انا خليتها عاد خضره، خليوهاش طيب بزاف.
صافي وغادي نرجعها للفران حتى تحمر لي مزيان بالجوانب ديالها بهذا الشكل هذا. كما شفتوا هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا وكتزين. انا عندي هنايا شويه نواه كوكو او جوز الهند، تقدروا تستعملوا اي مكسرات باش تزينوا بها. وقطعت هنايا شويه الفريز اللي زينت به هكا الجوانب كما شفتوا. وكتكون هذه هي الطورطه ديالنا تاع الفريز، كتجي رائعه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكما ديما ما تنساونيش بالاشتراك والدعم وتبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء باش تؤم الفائده للجميع. غادي نقطع معكم واحد المرصويه باش تشوفوها كي جات دايره. كتجي هشيشه هاد الكاطو ديالنا، كيجي هشيش بزاف. كما شفتوا هذا هو الطارطه ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وفي وصفه اخرى ان شاء الله.